أهلا بيكم في الحلقة التانية من برودكاست. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يغير حياتنا كلها لو بدأنا نطبقه بوعي. موضوعنا النهاردة عن الامتنان هو شعور جميل جدا، بيخلينا نقدر كل حاجة حلوة حوالينا. هو حتى أكتر من مجرد شعور، ده ممارسة يومية ممكن تغير حياتنا بشكل كبير. في الحلقة دي هنتعرف على مفهوم الامتنان، فوائده، طرق تطبيقه، وهنسمع قصص واقعية لناس غيرت حياتهم من خلال الامتنان. أول حاجة نتكلم عليها النهاردة هو مفهوم الامتنان يعني إننا نكون مدركين للأشياء الجميلة في حياتنا مهما كانت صغيرة. أكيد الحياة مليانة تحديات وصعوبات، مواقف كتير عدت علينا بتخلينا نحس بقلق، لكن لما نقف لحظة نتأمل النعم الموجودة حوالينا نكتشف إن حياتنا حاجات كتير أوي جميلة. الامتنان مش مجرد إحساس، ده أداة بتزود وعينا ورضانا عن حياتنا، بتخلينا نركز على الحاجات اللي احنا نملكها بدل ما نركز على الحاجات اللي احنا مفتقدينها، وده بيفتح أبواب جديدة لراحة النفس والسكينة. خليني أقولكوا دلوقتي في الجزء التاني من البرودكاست عن أهمية الامتنان وفوائده. الامتنان له تأثير قوي جدا على كل جوانب حياتنا، وخليني دلوقتي أقولك على بعض الفوائد دي. أول حاجة تحسين الصحة النفسية. الأبحاث بتقول إن الأشخاص اللي بيمارسوا الامتنان بشكل دوري عندهم مستويات أقل من الاكتئاب والقلق، وكمان بيعزز عندهم مشاعر السعادة وبيقلل عندهم مشاعر التفكير السلبي. تاني حاجة الامتنان بيحسن العلاقات. إزاي بيحسن علاقاتنا؟ إننا لما بنشكر الناس اللي حوالينا ده بيخليهم يحسوا بالتقدير، وبالتالي بيقوي الروابط بيننا وبين الناس. تالت حاجة تقوية المناعة الجسدية. دراسات كتير قوي بينت إن الأشخاص اللي بيحسوا بالامتنان بيكون عندهم مستوى أعلى في المناعة، وبالتالي عرضة أقل للأمراض. الجزء الثالث من البرودكاست هنتكلم فيه عن طرق ممارسة الامتنان. الامتنان زي ما قلنا مش بس شعور، لكن هو كمان ممارسة ممكن قوي تدمجها في حياتك اليومية، وهقولك دلوقتي على طرق بسيطة قوي نطبق بيها الامتنان. أول حاجة نعمل حاجة اسمها مذكرات الامتنان. جرب كل يوم تكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم. ممكن تبدأ بحاجات بسيطة قوي، تقف مثلا قدام المراية وتكتب 3 حاجات ممتن ليهم في شكلك، أو تبص حواليك وتكتب 3 حاجات ممتن ليهم في يومك، 3 حاجات بتملكهم وممتن ليهم، زي شكرا على كوباية القهوة اللي بشربها الصبح في روقان، شكرا على الصحاب الكويسين اللي حواليا. سمعت بودكاست قبل كده لبنت بتتكلم إن هي حتى وهي بتغسل المواعين بتشكر ربنا إن هي عندها إيدين من خلالها ممكن تغسل المواعين، فتبدل عندها تماما شعور غسيل المواعين اللي هو شعور رخم جدا ومضيعة للوقت وتعب بالنسبة لها لشعور جميل قوي إن هي عندها إيدين أحسن من ناس مفتقدين إيديهم، تقدر من خلالها إن هي حتى تغسل مواعين. ده برضو شعور جميل قوي. تاني حاجة التأمل في الامتنان. لازم تخصص وقت للتأمل وتركز على الحاجات اللي انت حاسس بالامتنان ناحيتها. خلي التأمل ده يضم حاجات بسيطة قوي زي الصحة، العلاقات، الفرص. تالت حاجة تعبر عن امتنانك للناس اللي حواليك. مش لازم تكون حاجة معقدة، خليها كلمات بسيطة قوي زي شكرا لدعمك، أنا ممتن لوجودك في حياتي. ممكن تكون، مش ممكن، ده أكيد هتكون كلمات مؤثرة جدا. جرب بس إنك تعبر عن تقديرك للناس اللي حواليك. رابع حاجة التفاعل مع الجمهور من خلال بودكاست. ممكن تطرح سؤال لجمهورك، ايه الحاجة اللي انتم ممتنين لوجودها في حياتكم؟
ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات دلوقتي الحاجة اللي انتم ممتنين ليها في حياتكم وتشاركوني معاها، وأنا كمان هكتب أول ما أخلص البودكاست ده الحاجات اللي أنا ممتنة لوجودها في حياتي. رابع حاجة دلوقتي في البودكاست هنتكلم عن قصص واقعية لناس غيرت حياتهم الامتنان. أول قصة معانا النهاردة عن نجيب محفوظ والعجز. نجيب محفوظ الكاتب المصري العظيم الحائز على جائزة نوبل في الأدب كان في سنواته الأخيرة بيعاني من العمى بسبب مرض السكري. بالرغم من فقدانه القدرة على الرؤية موقفش أبدا كتابة أو تأليف، كان بيكتب من خلال المساعدين بتوعه. ده كمان كان بيكتب بشكل يدوي بعد ما فقد للأسف القدرة على على استخدام الآلة الكاتبة. بس رغم كل المعاناة دي ورغم كل العجز ده نجيب محفوظ ما سابش فرصة إلا لما يذكر فيها امتنانه على الحياة نفسها وعلى الفرص اللي أتيحت ليه حتى ولو كان بداخلها شوية مشاكل صحية. كان بيعبر عن امتنان عميق حتى في أصعب ظروفه، وكان دايما بيحط الأمل في قلوب كل اللي حواليه من خلال أعماله الأدبية اللي لسه لغاية دلوقتي مأثرة علينا ومأثرة على الواقع اللي احنا عشناه. تاني قصة معانا هو العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج. اتولد مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض حركي عصبي واحدة واحدة بيؤدي للشلل. مع ذلك موقفش أبدا تقديم عطاء علمي وتطور فكري طول حياته. في سنواته الأولى كان الأطباء دايما بيقولوا إن هو مش هيعيش أكتر من سنتين، ومع ذلك هو عاش لفترة طويلة عدت تقريبا 40 سنة. على الرغم من حالته الصحية الصعبة كان دايما ممتن لحياته وممتن للفرص اللي أتيحت ليه عشان يطور بيها نظرية الثقوب السوداء ونظرية الكون، واللي حولت وغيرت مفاهيمنا كتير في الفيزياء. وفي أكتر من مناسبة كان دايما بيقول إنه ممتن على كل يوم عايشه، واستخدم إعاقته كدافع لتحقيق نجاح كبير جدا وتقديم معرفة كبيرة أوي للبشرية. القصة اللي معانا التانية أو التالتة قصة أمينة. أمينة كانت في علاقة طويلة مع شخص كانت بتحبه جدا، لكن مع مرور الوقت العلاقة اتدهورت واحدة واحدة لغاية ما في النهاية انفصلت عن شريكها. كانت تجربة صعبة قوي عليها، أثرت عليها بشكل كبير. في البداية حست بحزن شديد قوي لغاية ما حست إن هي بقت عايشة في حالة كبيرة قوي من الوحدة. لكن أمينة قررت إن هي تبدأ الامتنان. في البداية حست إن هو شعور غريب، لكن مع الوقت بدأت تكتشف إن إزاي الامتنان ممكن يشفي القلب. بدأت تشكر ربنا وتشكر الحياة على كل لحظة اتعلمتها من العلاقة دي، بما فيها اللحظات الجميلة وكمان الدروس الصعبة. في النهاية أمينة بقت شخصية قوية واستقلالية كبيرة جدا، وفهمت كويس إن الامتنان مش بس للفرح، لأ ده للألم كمان، لأن الألم بيساعدنا إن احنا ننمو بشكل كبير قوي. دلوقتي لازم نركز على الحاجات اللي تخلينا ممتنين ليها، زي الصحاب، زي العيلة، زي الفرص اللي موجودة حوالينا وممكن إحنا مش واخدين حتى بالنا منها. آخر قصة معانا قصة فيصل. فيصل كان شاب في أول عمره، وعلى حد مسماه لحياته كتب كده بالحرف: أنا دخلت في مسار الحياة السيء بسبب قراراتي الخاطئة. سنوات من الانحراف بلاش ندخل في تفاصيل فيها انتهى بيه الحال في السجن بتهمة ارتكاب جريمة. دي طبعا كانت أسوأ لحظة في حياته، حس فيها بندم وحزن شديد قوي على كل حاجة ضيعها. لكن في السجن بدأ فيصل يفكر
بعمق كبير في حياته، بدأ إن هو يقرأ الكتب الدينية والكتب الفلسفية، وعكف على التفكير في النعم اللي دايمًا كان بيفتقدها، بدأ يوم بعد يوم في ممارسة الامتنان، وكتب في مذكراته الحاجات اللي هو حاسس بالامتنان ليها، وزي صحته وزي القدرة على التعلم في الظروف حتى اللي هو موجود فيها. خلال فترة سجنه بدأ يتغير واحدة واحدة، بقى شخص هادي أكتر، مفكر أكتر، وقرر اللي هو أول ما يخرج من السجن يساعد الناس اللي حواليه اللي مروا بنفس الظروف، ويعلمهم إزاي الامتنان ممكن يعيد الأمل لحياتهم كلها ويغير حياتهم. كل قصة من القصص دي بتأثر وبتبين إزاي الامتنان مهم في حياتنا، سواء في مواجهة المتاعب والمصاعب في حياتنا اليومية. دلوقتي هنتكلم عن الامتنان في الدين والثقافة. الامتنان مش بس مفهوم نفسي، لأ طبعا ده ليه دور مهم جدا في الأديان والثقافات المختلفة، وخليني دلوقتي أشارك معاكم في الأبعاد الدينية والثقافية للامتنان. في الإسلام ربنا قال في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. ده بيدل على أهمية الامتنان في حياتنا وكونه سبب لزيادة النعم. في المسيحية في كمان آيات كتيرة قوي بتشجع على الامتنان كجزء من العبادة. في الثقافات الغربية مؤخرا الغرب انتشر بشكل كبير قوي ثقافة الامتنان من خلال الكتابات والتحقيقات العلمية اللي بتبين تأثير الامتنان على حياتنا كلها. الامتنان مش بس شيء فردي، ده كمان بيأثر على المجتمعات. لما تعيش في مجتمع بيعبر عن الامتنان بيزود الروابط الاجتماعية والتعاون. المجتمع الممتن هو مجتمع أكتر إيجابية وفيه دعم متبادل بين أفراده. لو المجتمع اتعود على الامتنان هيكون أكثر تعاون في مواجهة التحديات وأقل عرضة للصراعات. عشان نختم، خليني أختم معاكم بدعوة بسيطة: الامتنان مش حاجة صعبة، ده تركيز بس على كل حاجة حلوة في حياتنا. جربوا تبدأوا يومكم بجملة شكر، وجربوا تكتبوا مذكرات الامتنان كل يوم، هتلاقوا فرق كبير قوي في حياتكم. الامتنان هو المفتاح اللي بيفتح أبواب السعادة. شكرا ليكم على الاستماع، أتمنى تكونوا استفدتوا وابتديتوا تشوفوا الحياة بمنظور مختلف. لو في أي أسئلة أو تعليقات ياريت تشاركوها معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتبولي في التعليقات الحاجات اللي انتوا ممتنين ليها وانا هكتب حالا، وتشيري الفيديو مع ناس بتحبهم. شكرا.